ولكن قوي أبو زياد دفاعيا لوحده. شكرا كباتن على هذه الآراء. هذه القائمة النهائية للدحيل. هنالك تغطية على طول تؤع ويطلق عليه في جولة قطنا. يتقدم هنا عادل، يحاول فيها بولبينا عرضية ولكن أيضا التغطية موجودة من أمامه. تصل الكرة في الجهة اليسرى ممتازة إلى بولبينا، يحاول فيها بولبينا وتغيير اتجاه اللاعب في أقصى جهة اليمين الجهة اليمنى. جونيور والكرة العرضية ولكن جاء لويس ألبرتو ممتازة لمكريمور عادل من الجهة اليسرى. فريق الوحدة بداية رائعة. بولبينا يحاول فيها تفاعل مع اتجاهه سلطان البريك بيني. الله على البينية. بولبينا العرضي. الله 1-0 للدحيل، 1-0 للطوفان هنا في هذه اللحظات في الدقيقة 20. الدحيل يتقدم عن طريق نجمة، عن طريق هدافة، عن طريق البولندي بيونتك يسجل 1-0. نعم هنا في هذه ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام في نص الملعب يقترب أكثر. الكرة واصلة باتجاه سلطان. ملعوبة الآن طويلة للأمام الجهة اليسرى. لمسة للأمام، تمريرة، انطلاقة عادل. متعب هذا البولبينا، مرهقة. الكرة في الجهة اليسرى، عودة مرة أخرى إلى محمد الشامسي. ماركو بيراتي وصلت إلى عادل، خطيرة، مرور جميل من عادل. بولبينا في ديارة. عاد يحاول فيها بولبينا بكرة عرضية لكنها بعيدة جدا. هي بيونتك هنا من الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة قائمة ثم هناك خطأ. نعم غضب من على زير، لم يعجب القرار لكن كريمور. بولبينا يحاول أمامنا على الصورة، كرة إلى خارج الملعب وجود عن طريق عادل والحل قد يأتي الآن. عادل نابي أوفياء العنابي هون في الجهة اليسرى، العرضية. العودة الآن، كرة ما زالت قائمة بيونتك ولكنها مرت من أمام بيونتك بلمسة. عادل بولبينا في نص الملعب، واصل الكرة من بيونتك. الموسم الماضي كان في استاد النهيان. بولبينا يغادر، بولبينا يترك مكانه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتي المتواضعة. قبل أن نبدأ الشرح أرجوكم أن تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد من مثل هذه الفيديوهات. كما رأينا اليوم تألق عادل بولبينا ضد الوحدة الإماراتي في دور أبطال آسيا للنخبة. صراحة قدم أداء رائعا وقدم أسيست بطريقة رائعة، مستغلا سرعته وكذلك موهبته في المراوغة. عادل بولبينا الصراحة موهبة كما قلنا كبيرة، تستحق الدعم خاصة في المنتخب الوطني الجزائري. لما لا نجلبه في المنتخب الأول، والآن سوف يخوض يعني كأس العرب مع المحليين. إن شاء الله يتألق في هذا البطولة ونراه في نادي كبير غير الدحيل، لأنه ليس له مكان في الدحيل. ليس لأصغره لكنه لاعب موهوب يستحق أن يكون في أفضل يعني في الدوريات الخمسة الكبرى. كما قلنا لاعب موهوب يستحق فقط الدعم. عادل بولبينا اليوم تألق، وخاصة كما قلنا استغل سرعته وكذلك مهارته في المراوغة تحت قيادة المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الذي كان يعني يصرخ أكثر من صوت الجماهير الوحدة الإماراتي بسبب الأخطاء التي يقومون بها لاعبو الدحيل. صراحة الله يعاون جمال بلماضي بسبب الأخطاء، وخاصة كما رأينا في لقطة ركلة الجزاء التي عدل منها الوحدة وكانت في سبب في رجوعه وسجل الهدف الثاني ضد الدحيل. الله كما قلنا بالماضي يعاني كثيرا مع اللاعبي الدحيل. إن شاء الله جمال بالماضي يزيد يعني يقوم بالتأثير على نادي الدحيل، لما لا نراه أيضا حتى هو في نادي كبير. وكذلك يعني عادل بولبينا إن شاء الله يكون من اللاعبين الكبار والمواهب الصاعدة للمنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونوش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد من الفيديوهات. السلام عليكم.